تخيل معايا انت جالس في مدينتك، مدينه محميه ومحصنه، كتعتبر راسك امن، وشويه كيبداو يوصلوك خبرات على واحد الجيش جاي من الشرق. جيش ما كيرحمش، ما كيعياش، وما كيعرفش يرجع للور. جيش كيمسح مدن كامله من الخريطه، لدرجه انهم كانوا كيبنيو جبال غير بالجماجم ديال البشر. هذا الجيش ما كانش كيقودو انسان عادي، كان كيقودو واحد الرجل اللي تسبب في مقتل اكثر من 40 مليون نسمه في العصر ديالو، يعني تقريبا 10% من سكان العالم في ذاك الوقت. السميه ديالو بوحده كانت كتجيب الرعد للملوك وامبراطوريات، جنكيز خان. ولكن السؤال هو، واش هاد خينا كان غير واحد كيتعطش للدم، ولا كان نيت واحد من اعظم القاده والعباقره اللي دازوا في التاريخ؟ جيب كاس القهوه، ركز معايا مزيان، حيت القصه اللي غيتسمع غتبدل لك كاع داكشي اللي كتعرفوا على هذا الامبراطور. باش نفهموا هذا الامبراطور خاصنا نرجعوا للطفوله ديالو. جنكيز خان ما خلقش في فمو ملعقه ديال الذهب، وما كانش سميتو اصلا جنكيز خان، سميتو الحقيقيه هي تيموجين. ملي كانت عنده 9 سنين باه تقتل بالسم، القبيله ديالو تخلات عليه هو وامه وخوتو، ولاحوه للبرد والجوع في السهول القاسيه ديال منغوليا. تخيل دري صغير ولا عايش غير على صيد الفيران والطيور باش ما يموتش بالجوع، وتخطف وتعذب وشبع تكرفيس. داك العذاب تيموجين تعلم واحد الدرس قاسي اللي غيمشي معاه حياته كامله: البقاء الاقوى والولاء هو كل شيء. هذاك الدري المقهور غيكبر وغيحلف يجمع كاع القبائل المغوليه اللي كانوا كيتحاربوا بيناتهم، وباش غيجمعهم بالدم، النار، الذكاء. هنا فين كاين البلان اللي بزاف د الناس ما كيعرفوش. جنكيز خان ما كانش كيربح حيت عنده جيش كبير، كان كيربح حيت كان عبقري. في ذاك الوقت المناصب كانت كتعطى بالقرابه والدم. جنكيز خان جا وضرب هذا الشيء كامل في الزيرو، دار نظام ديال الكفاءه، اللي كيعرف يقاتل وكيعرف يخطط كيطلع في الكراد، واخا يكون عبد ولا من قبيله اخرى. وزيد عليها المغول هما اول جيش يديروا حرب نفسيه ديال بصح، كانوا كيربطوا شجيرات صغيره بالذيول ديال الاحصنه ديالهم باش ملي يهجموا على شي مملكه ينوضوا عجاجه كبير، والعدو كيسحب ليه بلي الجيش ديالهم كبير وفيه الملايين، وكيهربوا قبل كاع ما تبدا المعركه. جنكيز خان اسس اول نظام ديال البريد في العالم سماه اليام. كانوا الخياله كيتناوبوا باش يوصلوا الرسائل من قنت لقنت في امبراطوريه كبر من روسيا والصين مجموعين. هذا النظام كان بحال الانترنت ديال داك الزمان، ولكن بلاتي هذه العبقريه كان الثمن ديالها غالي بزاف. جنكيز خان كان عنده واحد القانون بسيط: استسلم وغادي نرحمك ونخليك تعيش وتامن بالدين اللي بغيتي، قاومني ولا غدرني غادي نمحيك انت ومدينتك والكلاب والمشاش اللي كاينين في المدينه ديالك. واكبر مثال على هذا الشيء هو داك الشيء دار في الامبراطوريه الخوارزميه اللي كانت شاده شحال هادي افغانستان وايران. جنكيز خان صيفط لهم سفراء باش يفتحوا باب التجاره. الحاكم الخوارزمي دار اكبر غلطه في التاريخ: قتل السفراء ديال جنكيز خان. هنا المغول غيتحولوا الاله ديال الاباده. جنكيز خان دخل تما وما مسحش غير المدن، مسح حضاره كامله. كانوا كيدخلوا المدينه كيخرجوا كاع الناس وكيعطيو لكل جندي مغولي حصه ديال شحال من راس خاصو يقطع. كاين مدن بحال نيسابور اللي تقطعوا فيها مليون راس بشري، وبناو بهم اهرامات ديال الجماجم باش يبقاو عبره لاي واحد كيفكر يتحدى الامبراطور. جنكيز خان مات في عام 1227، وحتى الموت ديالو كان فيها لغز كبير. الوصيه ديالو كانت حتى واحد ما خاصو يعرف فين ندفون. العسكر اللي دفنوه قتلوا كاع الناس اللي صادفوهم في الطريق، وملي رجعوا هما للمعسكر تقتلوا بحد ذاتهم. والامبراطوريه المغوليه لقات 1000 حصان باش يدوزوا فوق القبر ويمسحوا الاثر ديالو للابد. ولحد الان في 2026 حتى واحد ما عارف فين مدفون جنكيز خان بالضبط، ولكن الارث ديالو باقي عايش وسط منا. العلماء داروا واحد الدراسه واكتشفوا باللي واحد من كل 200 انسان في العالم اليوم عنده الجينات ديال جنكيز خان. يعني كاين احتمال يكون شي واحد فيكم كيتفرج فيها دابا وهو حفيد ديال جنكيز خان. جنكيز خان ربط الشرق بالغرب وفتح طريق الحرير وخلى التكنولوجيا بحال البارود والورق توصل لاوروبا، وهذا الشيء اللي مهد لعصر النهضه. جنكيز خان الدري اللي كان كياكل الفيران ولا اكبر فاتح عرفوا التاريخ. ولكن السؤال هو، واش كان مجرم حرب سفاح اللي دمر حضارات، ولا كان قائد عبقري يوحد العالم وبدل مجرى التاريخ؟ الجواب كيبقى عندكم. هبطوا التعاليق وقولوا لي كيفاش كتشوفوا هذه الشخصيه.